انت بتطبل لاجهزه سامسونج. السكتش ده طبعا عامله بهزر معاكم كده، وناس كتيره جدا هجمتني بعد فيديو الاي 36 والاي 56، وكل ده عشان انا قلت البصمه سريعه وما فيهاش مشكله. الناس اللي اتفرجوا على زملاء مراجعين تانيين بكن ليهم طبعا كل الاحترام والتقدير، قال لك لا والله ده كل الناس بتقول البصمه بطيئه، وانت الوحيد في المجموعه كلها اللي قلت البصمه شغاله كويس جدا، فانت كده بتطبل لسامسونج. احب اقول لك بكل بساطه ان البصمه بطيئه. هترجع تقول لي شفت انت اعترفت ازاي؟ اقول لك لا، مستشعر البصمه في منتهى السرعه، في منتهى الدقه زي ما قلت، بمجرد ما بتحط صباعك عليه البصمه بتفتح. ولكن باختصار اللي مبطئ البصمه هو الانيميشن. لما باجي اجرب اول حاجه بحب فعليا او حرفيا كده يعني اجيب اخرها هو السوفت وير، فسجلت مستشعر البصمه عادي وبحط صباعي بصمه بتفتح عادي. انا حاسس المستشعر ما فيهوش حاجه وانا بسجله تمام. طب ليه بطيئه؟ الويفز كده اللي بتيجي حوالين صباعك دي كانك بتحط صباعك في ميه، هي دي اللي عامله البطء. طيب سامسونج عامله لك حاجه في السوفت وير رهيبه جدا، وهي ريديوس انيميشن، قلل الانيميشن. قللنا الانيميشن، حط صباعك على البصمه، البصمه فتحت عادي جدا مفيش حاجه. فهنا واجبي عليك ان انا اقول لك ان مستشعر البصمه كويس. الغلطه هنا اللي انا عملتها ان انا ما وضحتش ده، لان كده كده في فيديو سوفت وير تاني نازل هقول فيه الكلام ده. واجبي تجاهك ان انا افصل لك التجربه عن علم، مش كده وخلاص، مش اول ما احط صباعي البصمه بطيئه فيلا البصمه بطيئه. وواجب الشركه تجاهي ان انا اوضح كويس جدا ان في مشكله هنا في السوفت وير محتاجه تتعدل شويه عشان الانيميشن يسرع اكتر من كده واحنا بنفتح البصمه. اتمنى من كل قلبي ان انا اكون وضحت وجهه نظري بطريقه لايت كده، ووضحت لك الموضوع بيمشي ازاي. لو عجبك الفيديو وحابب ان احنا نطلع ندردش كده حوالين اي حاجه تاني سيبها لي في كومنت، وما تنسانيش من دعمك بقى الفولو الجميل واللايك المتين. سلام.